تمام. أولا أنا أحب أرحب بكل اللي موجودين معايا النهاردة. ده شرف ليا طبعا إن أنا أكون مع العدد دوت في المحاضرة التانية ليا. آه إن ما عرفنيش معاكم محمد عبد الرحمن، مبرمج وشغال بعمل موبايل أبليكيشن فلاتر ديفلوبر. دي الخبرة الأساسية اللي أنا شغال فيها من قيمة بالظبط 3 سنين. بدأت أتجه للجزئية اللي هي خاصة باستخدام ال AI عامة في كل في اللي أنا أقدر هستخدمه، اللي أنا أقدر أجنريت أكتر من حاجة. استخدمت ال AI خلال ال3 سنين اللي فاتوا، اللي أنا قدرت أعمل بهم مشاريع كبيرة جدا للشغل عندي، وفي نفس الوقت استخدمت ال AI في اللي أنا أقدر أطور برضو حاجات ليها علاقة بالديزاين وليها علاقة بالفيديوهات اللي هي كانت بتطلع بال AI. والنهاردة احنا مجتمعين مع بعض عشان نبدأ نتعرف على أداة جديدة عملتها جوجل وهي جوجل فلو. طيب، مبدئيا كده اكيد يعني كانت المحاضرة اللي هي كانت اللي فاتت اللي محضرهاش معايا، هي كانت محاضرة ليها علاقة باستخدام اساسيات التصميم، في ان احنا نبقى عندنا حبة مصطلحات نقدر نستخدمهم عشان خاطر نقدر نجنريت صور بمبادئ معينة اللي هي كانت مبادئ السيلف ادز. كنا اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت ديت ازاي ان اصلا في اكتر من مبدأ موجود معانا في ان احنا نقدر نكون الصورة ذات نفسها. واللي عايز يبص على المحاضرة ديت هي موجودة، هنبعت الرابط بتاعها عندنا هنا برضو على الشات. اللي عايز يقدر يحتاج ان هو يبص على المحاضرة ديت ممكن يبدأ يبص عليها. وبرضو احنا هنتكلم عن المبادئ ديت في نص الشرح بتاعنا واحنا بنستعرض الأداة بتاعت فلو اللي هي من جوجل. أولا مبدئيا عشان تقدر تفتح الأداة بتاعت جوجل اللي هي جوجل فلو، ببساطة جدا بتقدر تروح عندك في المتصفح ذات نفسه وتكتب جوجل فلو. طب ايه جوجل فلو او ايه الاداة ديت او ايه الاداة ديت اصلا اللي هي عاملاها جوجل عندنا؟ الاداة الجميلة ديت اللي هي عاملاها جوجل دي عاملاها عشان خاطر تقدر تساعد صناع المحتوى او تساعد اي حد بيستخدم الاي اي في ان هو يقدر يجنريت كونتنت، ان هو يقدر يجنريت كونتنت ليه علاقة بالصور او ليه علاقة بالفيديوهات. وهي منصة واحدة مجمعة لينا الادوات ديت كلها بطريقة منظمة جدا وبطريقة يعني أنا شايف إن هي من أفضل الأدوات اللي موجودة دلوقتي والمتاحة إنك أنت تبدأ تستخدمها. أول ما بتفتح الأداة ديت في عندك خطتين. في الخطة اللي هي الفري اللي هي بتديك 50 كريدت بشكل يومي. وال50 كريدت بالنسبة لي أنا موجودة في شكل يومي ديت بتبقى هي كافية جدا لو شخص عايز بس يجرب الأداة. لكن لو أنت عايز تستخدم الأداة بشكل فعلي انك انت تبدأ مثلا تعمل بيها مشاريع حقيقية، ساعتها هتضطر تتجه للخطة المدفوعة اللي هي بتبقى بتديك في حدود 1000 وحدة بشكل شهري، وبتديك يوميا في حدود 50 وحدة. سواء كنت انت موجود في الخطة الفري او الخطة اللي هي مدفوعة. فالنهاردة احنا مع بعض هنقدر بالظبط نستعرض كل الخدمات اللي موجودة جوه الأداة ديت، ونشوف ازاي احنا نقدر نطلع بيها حاجات بشكل كويس. وفي نفس الوقت هنبدأ يعني انت سواء كنت في خطة مدفوعة او خطة مجانية هتلاقي نفسك انك انت قادر تتبع معايا يعني الخطوات اللي موجودة. بعد ما بفتح الأداة ديت قدامي تقدر تيجي من هنا. بص هتلاقي هنا تعمل لوجن. أول ما بتبدأ تعمل لوجن بيبدأ يظهر لك عدد النقاط اللي موجودة عندك. لو انت لسه اول مرة تفتح الاداة هتلاقي عندك النهاردة نازل لك 50 نقطة. لكن اكمن انا هنا مشترك في الاداة ذات نفسها هتلاقي هنا منزل لي ال1000 نقطة خلال الشهر ده. طيب، تاني حاجة موجودة عندك هتلاقي كلمة نيو بروجكت. نيو بروجكت ديت هي بتبدأ تبني مساحة العمل بتاعتك او الورك فلو اللي انت بتقدر من خلالها تجنريت الكونتنت اللي انت محتاجه. فلو ضغطت هنا عندي مثلا نيو بروجكت هلاقي اوتوماتيك هو فتح لي منصة للشغل عندي. ممكن اول ما تفتحها تلاقي هو معلم لك تحت على كلمة اسمها ايجنت. فك بس الايه التشيك ديت بحيث انك انت تبدأ تظهر عندك الصفحة ذات نفسها اللي هي بتاعت الورك فلو.
وهتلاقي عندك على ايدك الشمال قايمة فيها اكتر، فيها 3 ايكون زي ما احنا شايفين كده. عامة الايكونز ديت او النقط اللي هي موجودة عندك ديت، طول ما انت هتبدأ تشتغل جوه المشروع هتلاقي ان انت بتبدأ يعني الايكونز او اللي موجودة عندك دي بتبدأ تزيد معاك. طيب اول حاجة تعالوا مثلا نسمي المشروع بتاعنا دوت. نسميه مثلا في مثلا، او تعالوا نسميه فلو بالشكل ده. طيب لو انت مشترك في الخطة المجانية هتلاقي نفسك عشان تقدر تجنريت صور بياخد منك جزء من الكريدت. لو مشترك في الخطة المدفوعة هتلاقي ان انت تقدر تجنريت اي عدد انت عايزه من الصور بشكل مجاني. طيب ازاي انا اقدر بجنريت صورة، وازاي انا اقدر اطلع صور من خلال الاداة بتاعتي؟ لو جينا تحت هنا على البوكس اللي موجود تحت عندي، هلاقي عندي تحت في الاخر كده نانو بنانا، تقدر تدوس عليه. وفي نفس الوقت اول ما تدوس على كلمة نانو بنانا هتلاقي فتح لك النافذة اللي هي موجودة قدامنا دي. هتلاقيه اوتوماتيك، يعني اللي كنا اتكلمنا فيه برضو في المحاضرة بتاعة الصور، هتلاقيه هو اوتوماتيك بيسهل عليك بقى الموضوع. ان هو هنا بيطلع لنا اكتر من اختيار انا بقدر اختار منهم. اول حاجة فيها كانت اللي هي الاسبكت ريشيو بتاعة الصورة ذات نفسها، اللي هو الصورة كام في كام. هل مثلا الصورة 1:1 ولا 4:3 ولا 9:16؟ انا بختار الحجم بتاع الصورة. وبرضه نقدر نرجع تاني نعرف ان كل منصة ليها الحجم اللي هي بتفضله. فانا جيت مثلا اخترت مثلا 9:16، وتلاقي تحتك هنا تحت ديت 1 اكس 2 اكس 3 اكس 4 اكس، دي عدد مرات التكرار للبرومبت اللي انت هتستخدمه. وبعد كده هتلاقي تحت في الموديل اللي انت هتستخدمه في الانتاج الصورة ذات نفسها. طبعا الغني عن التعريف الموديل بتاع جوجل اللي هو نانو بنانا. نانو بنانا دوت فيعني حاجة قوية جدا لإنتاج الصور. طيب هاجي هنا اختار الموديل اللي انا عايزه. طبعا انت لو في الخطة اللي هي مجانية هتلاقي كتب لك هنا الكريدت اللي هو هيخصمه منك، يقول لك ان الجنريشن اللي انت هتستخدمه دوت هيخصم منك قد ايه كريدت. لكن طالما احنا في الخطة المدفوعة هتلاقي هنا بيقول لي ان انت عندك هنا 0 كريدت. احنا خلينا بس دلوقتي، بيقول لك في حد بيسأل بيقول ايه هو اسم الاب. اسم الاب جوجل فلو، وبعت الرابط بتاعه والرابط بتاع المحاضرة المسجلة. برضو ممكن نبعته لهم، هي المحاضرة اللي فاتت. أهو. نرجع تاني نكمل. طيب انا هنا زي ما احنا شفنا انا قلت له ان انا والله عايز انتج صورة، وبعد كده حددت له الاسبكت ريشيو بتاعتي اللي انا محتاجها. وبعد كده قلت له والله انا هنا ابدا استخدم، عايز مثلا اطلع الكلام ده كام مرة. وبعد كده اخترت له الموديل ذات نفسه. طيب وبرجع هنا ابدا احط له البرومبت ذات نفسه بتاعي. لو رجعنا هنا عندنا هتلاقي ان تعالى هنا دي اداة كده بسيطة عملتها تساعدنا ان احنا نقدر ايه نطلع برومبت بشكل كويس، ونبدأ برضو نتفرج على الصور بتاعتنا. تلاقي ده عندك اول حاجة. تعالوا نبدأ الاول على اول حاجة عندنا تكست وبرومبت. المقصود هنا اللي انا هنا هبدأ هنا اضيف تكست، وابدأ اشوف النتيجة بتاعت الوصف بتاعي ذات نفسه. اول حاجة ده مثلا بيقول لك شخصية في مشهد خيالي. ممكن هنا تعمل نسخ، ممكن تعمل نسخ للبرومبت ذات نفسه. وتيجي هنا هو تعمل بيست، ونعمل ايه جنريشن. طيب ده شيء جميل جدا. يبقى كده بالنسبة باشمهندس محمود على ما اعتقد بيقول لنا ان برضو في الخطة المجانية مفيش استهلاك لتوليد الصور. ده شيء جميل جدا. طيب احنا هنا البرومبت اللي احنا كتبناه دلوقتي انتج لنا الصورتين دول. طب ده شيء جميل جدا. ممكن حتى ان انا لو عايز اديت على الصورة ديت، شايفين عندي في علامة فوق زي علامة الريست ديت او ريوز. لو دوست عليها مرة تانية الاقي ان هو كتب لي البرومبت بتاعي مرة تانية، واقدر اعدل فيه.
وتعالوا برضه اوريكم حاجة تانية انا ممكن اقدر اعملها هنا. ممكن برضه هنا تبدأ تضيف الصورة ديت للفيفوريت بتاعتك، وساعتها تلاقي عندك كمان ظهرت ايه في القائمة اللي على جنب دي كلمة فيفوريت. ممكن ان انا اجي ادوس على الثلاث نقط دولت واقول له اعمل لي داونلود، او اقول له والله سيت بروجكت كفر. سيت بروجكت كفر ديت لو انا دوست عليها ورجعت تاني قفلت البروجكت اللي انا فاتحه دوت، هلاقي هنا من بره بقت هي الكفر بتاع المشروع بتاعي. اقدر ادوس عليها مرة تانية وافتح الصورة. اقدر برضو اجي هنا هوت وكريت فولدر. بيقول لك هنا كريت كوليكشنز. تعالي هنا مثلا نكتب مثلا ده والله اهوت، نقول له مثلا هنا اهوت. اقدر افتح الكوليكشن ذات نفسه، وبقدر بعد كده اقدر اسحب الصورة ديت واحطها جوه الكوليكشن بتاعي، واسحب الصورة ديت واحطها هنا. فهو الفكرة بتاعت المشروع بتاعت فلو ديت بتنظم الصور والفيديوهات اللي انت بتنتجها بشكل رهيب جدا. وده انا شايفه حاجة مميزة جدا، انك انت عشان خاطر تقدر تجنريت كونتنت للاي اي. الحتة التنظيمية بتاعت الصور والفيديوهات والداتا اللي انت بتقعد تجنريتها، انت بتجنريت كمية صور رهيبة وكمية فيديوهات رهيبة. الكلام ده كله لو ما فيش أداة معاك تنظم لك الكلام دوت، هتلاقي نفسك في الآخر انتهى بيك الموقف انك انت معاك كمية صور وكمية فيديوهات هي أسيت انت ممكن تستخدمها بعد كده في المشروع بتاعك، بس هي غير منظمة. فعدم تنظيم الصور وعدم تنظيم الفيديوهات اللي انت هتقدر تعملها جنريشن من خلال اي اداه تستخدمها للاي اي بيؤدي في الاخر ان انت اصلا ما بتستخدمهاش. فزي ما احنا شفنا دي طبعا ده مثال بسيط جدا. تقدر انت ده الرابط برضو بتاع الاداه هبعتها لكم دلوقتي على الشات. تقدر تخش من هنا، واول حاجه اللي احنا زي ما شفنا حاجه بسيطه جدا تكست تو ايمج. طيب هل الموضوع بيقف بالنسبه لي للحته ديت؟ لا طبعا. انا اكيد عندي صوره مرجعيه عايز استخدمها. تعالوا نشوف الصور اللي احنا هنبدا نستخدمها برضو النهارده معانا، ونقدر نشوف احنا نقدر هنطلع بيها بايه. طب انا محضر عندنا هنا ثلاث صور. دي صورة خاصة بيا، ودي صورة صورة كرتون كده صغير، ودي تالت حاجة صورة برودكت موجود عندي. اللي هي الصور اللي انا بقى خلاص انا دلوقتي عايز اجنريت صورة بس بناء على صورة موجودة عندي. فازاي اقدر اضيف هنا عندي في المشروع بتاعي اللي هو بتاع جوجل فلو؟ ازاي اقدر ارفع صورة؟ اول حاجة تقدر من خلالها ترفع صورة على جوجل فلو، هتلاقي عندك هنا في زرار اد في حاجة اسمها ابلود ميديا. لو دوست له على ابلود ميديا، اروح هنا على الديسكتوب، وبعد كده أبدأ أحدد الثلاث صور بتوعي. هلاقي إن الثلاث صور اللي هم موجودين عندي في الجهاز بدأت إيه أرفعهم عندي. دي صورة منتج هنبدأ نعمل عليه فيديو دلوقتي بإذن الله برضو، ودي صورة شخصية، وهتلاقي تانية صورة ليها علاقة بشي شكل عصفور كده هنبدأ برضو نعمل عليها فيديو دلوقتي. طيب الصورة أنا تعالوا عندي مثلا الصورة ديت أنا عايز أبدأ دلوقتي أستخدمها في الفيديوهات بتاعتي. يعني أبدأ بعد كده أقدر لما أجي أجنريت فيديو أبدأ أستخدم الصورة دي. هل في حاجة تقدر تساعدني إن أنا لما أجي أستخدم الصورة ديت في الفيديوهات بتاعتي الملامح بتاعت الشخصية بتاعتي ما تتغيرش؟ في مصطلح مشهور جدا اسمه يعني كاركتر شيت. كاركتر شيت دوت الفكرة بسيطة جدا إنك أنت بتبدأ تدي ال AI صورة بالمنظر دوت. يعني شفت حتى كمان عشان أستخدم الصورة ديت عندي تحت في إنتاج الصورة، في إنتاج الصورة المرجعية، أو أبدأ أكتب برومبت ليه علاقة بالصورة. يا دوب أخدت الصورة كده وبدأت وديتها تحت عندي المكان اللي انا هكتب فيه، او في حاجة تانية من زرار الزائد دوت ابدأ اجي هنا اهوت واختار الايه الصورة. او ممكن برضو لو انا جيت ضغطت على القائمة اللي على جنب ديت عندي كلمة ايمج. كلمة ايمج ديت بتسمح لي ان الايه ان انا اشوف الصورة اللي انا رفعتها بس. كلمة اول ميديا هتلاقي فيها كل الصور اللي انت عملتها جنريشن. انت لو عملت جنريشن لصور وفيديوهات ورفعت مش عارف ايه هتلاقي كل الكلام ده موجود قدامك هنا. لكن لو جيت هنا ضغطت على الجزئية بتاعت الايمج هتلاقي صور الايمج اللي انت رفعتها. هتلاقي مثلا يعني هو حلاوة القايمة اللي على جنب دي هي بتقعد تفلتر لك الحاجة، فبتساعد الناس جدا ان هي تقدر تركز في الكونتنت اللي هي ايه
بتبص عليه اول حاجه اللي هي عايزه تطلعها يعني. فنرجع تاني هنا اهوت، ناخد بقى الصوره ديت دراج ودروب افضل كده، نسحبها وحطيناها تحت عندي في الايه، في البرومبت. وتعالوا نبص عندنا، نلاقي عندك اول حاجه اسمها كاركتر شيت. ده برومبت كده احنا عاملينه. البرومبت ده فكرته ببساطه جدا ان هو يبدا يطلع من نفس الصوره ديت اكتر من شكل. تعالوا نجربه كده. خليه مرة واحدة. حتى انتوا تلاقيني لما بكتب البرومبت واسحب الصورة هنا بيطلع لي صورتين، عشان انا هنا في الاختيارات اللي انا مختارها مختار هنا اكس 2. لكن لو رجعت هنا اخترت له اكس 1 هتلاقيه طلع لي بعد كده نتيجة واحدة. وده برضو زي ما احنا شايفين كده هو ايه، لا دي بعيدة خالص الصورة ديت. حتى احنا ممكن نيجي هنا نعمل لها ديليت. هنا الصورة ذات نفسها ممكن تتعمل لها ديليت. وهنا دي الصورة ايه، دي قريبة شوية. وممكن اجي بعد كده هنا اهوت. طيب اجي هنا اهوت. مثلا تعالوا نعمل فولدر جديد. ونحط فيه النتيجة بتاعتنا. يبقى أجي من هنا بعمل رينيم للفولدر. نرجع تاني، تعالوا ناخد الايه، الصورة ديت. وتعالوا نمسح الصورة اللي هي بعيدة أوي ديت. جميل جدا. طيب أنا عندي برضو الشخصية اللي هي بتاعت الكرتون ديت، أنا عايز أعمل بينها برضو كاركتر شيت، بحيث إن احنا برضو في الفيديوهات عندنا نبدأ ايه نستخدمها. سهل بقى خلاص، اخد كده دراج ودروب. هاخد البرومبت بتاعنا دوت، وارجع تاني هنا اهو، هعمل بيست واطلع الكاركتر شيت بتاعتي. طيب انا ليه بعمل حاجه بالشكل دوت، او ليه اصلا انا بطلع صوره، ما اديله الصوره ديت خلاص واقول له مثلا اعمل لي بالصوره ديت فيديو، او اعمل لي بالصوره ديت حاجه تانية. انت هنا بتخلي الاي اي برضو ايه، ما بيعرفش يركز على الملامح بتاع الشخص، التخيل بتاع الشخصيه ذات نفسه سيبته ان هو يتخيل براحته. لكن لما بتديله كاركتر شيت او صوره مجمعه بالمنظر اللي احنا بنعمله دوت، هتلاقي نفسك وانت بتجنريت فيديو او بتجنريت حاجه، الصوره ال- الفيديو ذات نفسه اللي بيطلع بشكل كويس. في حد بيسأل ايه الموقع ده؟ ده موقع جوجل فلو، وهتلاقي الرابط بتاعه احنا باعتينه في الشات. هشد برضو الصورة اللي انا عملتها واحطها عندي هنا في الكاركتر شيت. طب ده شيء جميل جدا. تعالوا مثلا برضو احنا عندنا هنا برودكت، عشان برضو ما يبقاش الموضوع على الشخصيات بس. البرودكت دوت انا ممكن انشئ صورة مثلا. تعالوا هنا اهو، اعمل مثلا ليه جلسة تصوير. ناخد برضو نسخ للبرومبت دوت كده، نقوم عاملين كده وماسكين البرودكت بتاعنا ونشوف النتيجة. طيب هو الصوت مش واضح. لحظة كده. في الحقيقة واضح. اه طيب ماشي، هو في حد كتب بس ان الصوت مش واضح، فقلت يمكن في مشكلة عندي أوي. عامة أنا هحاول أعلي صوتي شوية الفترة اللي جاية. طيب البرومبت اللي احنا شفناه دلوقتي مع المنتج بتاعي اللي هو دوت، أنا قلت له لا والله أنا عايز صورة المنتج دوت في مثلا كشكل إيه، برضو كفر شيب بس في شكل إعلاني، بحيث برضو إن أنا أبقى عامل مظبط الزوايا بتاعة المنتج بتاعي بأكتر من شكل، بحيث ان انا لما ادي الصوره ديت الاي اي نبدا نستخدمها. في حد سال سؤال كويس جدا، قال لي هي البرومبت اللي مكتوبه ديت دي برومبت جاهزه ولا بنطلعها من جيميناي؟ بص انا من قيمه فتره كده يعني، اول لما بدات كنت دايما باخد بالي جدا وانا بكتب البرومبت بتاعي يعني، وكنت جدا ليه اساسيات للكتابه، وكنا شرحناها قبل كده في المحاضره اللي هي اللي فاتت. في آخر فترة كده طبعا مع التطور الرهيب اللي هو بتاع شات جي بي تي والكلود والكلام ده كله، لقيت ان اصلا كتابة البرومبت ذات نفسها بقت اسهل. انت بقيت اصلا تسأل الاي اي ان هو يكتب لك البرومبت ذات نفسه. انت حتى لو رجعت للأداة اللي هي موجودة ديت، انت ممكن تيجي من هنا تقول له ريفرش، هو اوتوماتيك واخد الكلمة ديت بس يقول لك جلسة تصوير لمنتج. وكل ما بتعمل ريفرش من هنا هو بيأوتو جينيريت البرومبت ذات نفسه. فالبرومبت ذات نفسه اللي موجود قدامك دوت ده عمال يتعمل له جينيريشن،
على حسب ان انت ايه، يعني هبعت لك الرابط بتاع الاداه ديت، اقعد اضغط هنا اهوت، هتلاقي ان البرومبت ده عمال يتغير. وكل ما بيتغير خلاص خده تاني وتعالى هنا اهوت، ابدا افتح ابعت له الحاجه، حط له الصوره، هتلاقيه طلع لك صوره مختلفه. فهو يعني الكلمه البرومبت ذات نفسه هتلاقي اكتر من حاجه، يعني اكتر من حاجه بتساعد الشخص ان هو يوصل للهدف اللي هو عايزه. وهبعت لكم الرابط بتاع الاداه ديت. بس هو ببساطه جدا، هو مش الاداه ما فيهاش حاجه مميزه يعني، غير انك انت ايه، لو خدت نفس الجمله انت بس وصفت اللي انت عايزه للاي اي وقلت له يكتب لك البرومبت بتاع الصوره، هيكتب لك البرومبت بتاع الصوره بشكل مميز جدا. هما الاساسيات بتاعت البرومبت اللي احنا بنتعلمها الفتره اللي فاتت او اللي احنا بنعرفها ديت فايدتها ايه؟ بتبقى فايدتها جدا وانت بتedit في البرومبت ذات نفسه، يعني انت بتبقى عارف هو كتب ايه، فبعد ما بيجينيت لك الصورة تقدر بقى توجهه للاتجاه السليم او الاتجاه الصح اللي انت محتاجه. فده عامة تمام كده، احنا طلعنا الصورة خلاص، الصور بتاعتنا اللي هي الكاركتر وخلصت الايه، المنتج ذات نفسه. طيب تعالوا بقى ايه نفكر كده في حاجة قبل ما نخش للموضوع بتاع الفيديوهات. خلينا بس متفقين ان الفيديو ما هو الا صورة، يعني الفيديو ما هو الا صورة وتم تحريكها. الفيديو ما هو الا صورة، فانت لو قدرت تبني صورة بشكل كويس للمنتج بتاعك او للفيديو اللي انت عايز تعمله، هتلاقي نفسك ببساطة جدا قادر تطلع فيديو جميل جدا. فتعالوا نشوف مثلا اول فكرة، في مثلا حاليا دلوقتي منتشر جدا على السوشيال ميديا فيديوهات كده بتبقى هايبر، تلاقي كده شخص مثلا بني ادم واقف ومثلا معاه مثلا شخصيه كرتونيه او بني ادم موجود و... وبعد كده يعني مش هو بني ادم موجود ومعاه مثلا نسخه مصغره منه، وتلاقي الاتنين مثلا بيتكلموا. فتعالوا الاول نطلع صوره بالشكل ده. فده هتلاقي البرومبت بتاعه بيقول لك والله انا عايز ادمج شخصيه حقيقيه وشخصيه كرتون باسلوب الهايبرد اللي هو موجود دلوقتي حاليا. هو اوتوماتيك هيجنريت لك برومبت بالشكل ده. لو انا خدت ده كده وحطيت له هنا اهوت، تعالوا بقى نستخدم ايه اللي احنا بقى اتعلمناه في الحته بتاعه الكاركتر شيت ديت، ان احنا نحط الصوره بتاعه الشخص. احنا كده نضيف صوره الشخص، وتعالى برضه نضيف له صوره الايه، الكرتون ديت. كده يبقى انا في البرومبت دوت قلت له ادمج لي بين صوره الشخص اللي احنا عملناها ديت اللي هي ليها كاركتر شيت اللي هي باكتر من زاويه، وفي نفس الوقت صوره الكرتون بالشكل ده. وتعالى نطلع ايه الصورة ديت، بس أنا عايزها في مقاس الريلز عشان لما نيجي إيه نعمل الفيديو ذات نفسه. طلع للصورة. هو هنا بدأ يدمج الصورتين دول مع بعض في صورة واحدة، بحيث إن إحنا نستخدم بعد كده الصورة ديت في إن إحنا نقدر نعمل إيه، نعمل فيديو زي ما إحنا هنشوف بعد كده في الخطوة اللي جاية. طيب لو بصينا هنا اهوت، ده أول شكل هو طلعه ليها، عمل فيها الشكل دوت مش حلو قوي بأمانة. تعالوا نطلع كمان صورة. وتعالوا نيجي هنا اهوت نعمل إيه، ريفريش، وناخد برومبت تاني بيعمل نفس الفكرة. مهم. شكل هنا بيحرك الحتة العربي، يمسح الحتة اللي في الآخر ديت. قول له نجرب كمان مرة. تعالوا كمان مرة نطلع إيه، كمان نتيجتين أو تلاتة. تعالى نطلع لنا كمان نتيجتين كمان. طيب المرحلة اللي أنا شغال فيها دلوقتي ديت، أنا بحاول أقدر أخلي ال AI أصلا يجنريت لي أكتر من شكل أو أكتر من تصور، بحيث ان انا اختار اكتر افضل صورة ممكن بعد كده استخدمها في الفيديو اللي انا هعمله او اللي انا بعد كده هبدأ احرك الصورة ديت. فالله هو بدأ يفتح يعمل لي الشغل دوت. دي الصورة التانية، مش وحشة ديت. خلينا نشوف ديت، دي كويسة.
دي كويسة، دي حلوة، دي ممكن يبقى هما الاتنين مثلا بيسألوا بعض أو حد بيتكلم والتاني يرد عليه. ودي برضو جميلة. خلينا في ديت، وخلينا بص الصورة ديت ممكن نبدأ نستخدم دي. فعامة دي فكرة الفيديو اللي احنا هننشئه كمان ايه كمان شوية. طيب في على فكرة برضو كمان نوع من أنواع الفيديوهات اللي هم بيسموها السي جي اي. السي جي اي ديت بتبقى فيديوهات كده بتحسوا ان هي ايه، ليها علاقة بالمنتجات، بتطلع المنتج بتاعك في شكل جميل جدا. برضو انا بحاول امشي معاكم بحيث ان احنا ايه، عندنا حاجات ليها علاقة بالشخصيات وعندنا ليها حاجات ليها علاقة بالمنتجات، فتبقى طلعت بأكبر قدر يعني من الاستفادة. نيجي هنا اهوت هتلاقي دوت البرومبت بتاع السي جي اي اللي هي الصور. تعالى نعمل له نسخ. نبدأ كده وناخد الايه، الصورة ذات نفسها اللي هي بتاعت الساعة اللي احنا هنشتغل عليها. تعالوا مرة تانية ناخد برضو الصور بتاعت الساعة ديت نعملها برضو بشكل تاني. ناخد برضو الصورة المرجعية بتاعتي. طيب أنا الصورتين دول حلوين بأمانة اللي أنا شفتهم دولت. دي أول صورة، دي جميلة، دي صورة المنتج ذات نفسه. ودي برضو جميلة، وبرضو لسه ودي برضو صورة حلوة أوي للمنتج اللي أنا شغال عليه وهتلاقي برضو عندنا في صورة تانية تطلع ونبص عليها. طيب خليني كده أراجع سريعا اللي اتقال ان في اكتر من حد بيسأل على حاجة بسيطة جدا. ثواني شير. تمام. كان في اكتر من حد سأل على حاجة كده في اللي عندنا. يعني ده يعتبر كده الجزء الاول اللي احنا قعدنا نجنريت فيه صور. وفي حد بيسأل ممكن ايه، ممكن مراجعة سريعة عشان النت فصل. انا كده اصلا هراجع دلوقتي على ايه، على كل اللي اتقال. طيب سريعا بقى كده هرجع تاني من الاول. الموقع اللي قدامنا ده موقع جوجل فلو. موقع جوجل فلو ده موقع عاملاه شركة جوجل عشان خاطر تساعد الناس اللي هي بتجنريت فيديوهات وبتجنريت صور باستخدام الاي اي ان هي تنظم شغلها والموضوع يبقى بسيط جدا عليها. جوجل فلو بيديك رصيد مجاني 50 كريدت. ال 50 كريدت تقدر تستخدمهم كشكل مبدئي. مثلا لو انت عايز تطبق معايا دلوقتي هيشتغلوا معاك وجمال جدا، بس مش هتقدر تستخدمهم انك انت تقدر تجنريت. لو انت هتشتغل مثلا في مشروع هتطلع شغل لحد ساعتها، لا مش هيبقى الموضوع صعب يعني. طب هل الخطة المدفوعة بتاعتها بتديك قد ايه؟ الخطة المدفوعة بتاعتها بتديك 1000 كريدت. الألف كريدت ديت بتبقى جميلة جدا. تقدر تشتغل بيها على مستوى الشهر، وتقدر برضه يبقى عندك اكتر من اكونت فيه 1000 كريدت، فالموضوع بيبقى لذيذ يعني. طيب انا اول لما اجي بفتح الاداة عندي، نرجع كده سريعا للناس اللي هي كان عندها الانترنت فاصل. اول لما بفتح الاداة بتبقى بالمنظر بضغط على كلمة نيو بروجكت، بيتفتح لي الصفحة ديت تبقى الاول فاضية. باجي هنا اهو، ده المكان اللي انا بكتب فيه البرومبت بتاعتي. هاجي ممكن في ناس ممكن تلاقوا علامة الايجنت دي متعلمة، لا انا بوقفها عشان ابدا اتحكم بشكل مانوال في الاوامر اللي انا هديها له في الشكل اللي انا ايه، ابدا اللي انا محتاجه. طب اول حاجة شفنا ازاي ان احنا هنا بنيجي نفتح القائمة اللي على جنب. هتلاقي عندك في هنا ايمج وفيديو. بنختار احنا عايزين ايه بالظبط. احنا دلوقتي قلنا في اول حاجه نركز على الحته بتاعت الايمج. في هنا اكتر من اختيار. الاختيار الاولاني اللي له علاقه بالمساحه بتاعت الصوره او حجم الصوره. وكل حجم من الصوره دول طبعا اللي على حسب البلاتفورم او الشكل اللي انت عايزه. احنا عندنا هنا اشهر اتنين اللي هو الشكل الطولي والشكل العرضي. ده لو الفيديوهات الطوليه ديت هي بتاعت الريلز، والعرضيه ديت اللي هي بتاعت ايه، اليوتيوب. وبعد كده تحت بلاقي عندي 1 اكس 2 اكس 3 اكس. دي المقصود بيها يعني البرومبت بتاعك ممكن هو الاي اي ينفذه اكتر من مره. فلو عايز تشوف نتيجتين 3 نتائج بتبدا تحدد الكلام ده. قول مثلا عايز تشوف نتيجه اولى، وبعد كده تحت هنا بتبدا تختار بين الثلاثه ايه موديل دولت. في نانو بنانا 2، نانو بنانا برو، نانو بنانا 2 لايت.
نانو بنانا عامة دوت من الموديل بتاع تبع شركة جوجل، وهو جميل جدا في إنتاج الصور. كان في فترة كده لما طلع، وكان من الموديل اللي هي دعمت اللغة العربية قبل ما يطلع لنا دلوقتي شات جي بي تي، اللي هو برضو جامد جدا في اللغة العربية. طيب أنا عرفت من هنا أنا إزاي بحدد الكلام ده كله. ببدأ إيه؟ أكتب البرومبت بتاعي. وجينا هنا اهوت شفنا على الأمثلة بتاعتنا، شفنا أكتر من حاجة. أول حاجة شفنا إزاي إن يا دوبك نكتب تكست يطلع لنا صورة. بعد كده شفنا إزاي نبدأ نحط صورة واحدة مرجعية، ونبدأ نحط البرومبت بتاعتنا. ي- تمام. تبدأ بعد كده نشوف ازاي نبدأ نحط صورة ونحط البرومبت بتاعتنا. وشفنا بعد كده حاجة مصطلح اسمه كاركتر شيت، وقلنا ان دوت هنبدأ نستخدمه عشان خاطر نقدر نطلع من الصورة ذات نفسها او للشخصية عندنا ذات نفسها اكتر من شكل. وده هيساعدنا جدا في ان احنا لما بنيجي نجنريت صورة بعد كده او نجنريت فيديو، هتلاقي الموضوع جدا بسيط، يعني سهل جدا. تمام. في واحد بيقول لك ممكن لينك البرومبت ديت، ده جميل جدا اهوت. وجيت قلت لك في الاخر ان البرومبت ديت يعني انت ممكن تجنريتها كده، تقعد تاخدها كوبي بيست، او ممكن بسيطه جدا بتكتب بتقول لاي ال ام عندك، شات جي بي تي، كلود، اي حاجه، بتبدا تقول له والله انا عايز انتج صوره او اعمل الكلام اللي انا محتاجه في الصوره، وجنريت لي البرومبت ذات نفسه. هو اوتوماتيك هيجنريت لك الايه، الكلام ده بشكل لذيذ جدا. طب تمام. احنا لحد النقطة اللي انا موجود فيها ديت، اللي هي الحتة بتاعت الصور والكلام ده كله، هل هل يعني الكلام اللي انا قلته دوت مفهوم؟ في حاجة مش واضحة ولا الدنيا كده تمام؟ لا، واضح لحد دلوقتي تمام. طيب ممتاز جدا. شكرا. شكرا ليك. في برضو محمد خالد كان بيسأل على حاجة بتاع مصطلح اسمه لوب للايجنت. انا الموضوع دوت هاجي لك في يعني هنتكلم فيه في اخر المحاضره. انه وده فعلا يعني الموضوع ده اللي بعد الناس عن يعني هو بيقول لك اصلا ان الوقت بتاع البرومبت ده هيبدا ايه، الفتره الجايه هيبدا يقل، والايجنت ذات نفسها تبدا تكلم بعضها، وتبدا هي تنتج الحاجه بشكل احترافي جدا. ده هنبدا نتكلم بيه في اخر المحاضره باذن الله. طيب تعالوا بقى ناخد بقى الحاجه اللي احنا داخلين عليها اساسا. احنا دلوقتي احنا اصلا مش جايين نعمل صور، يعني احنا جايين عشان خاطر نعمل فيديوهات. تعالوا هنا اهوت. قبل ما نبدأ في الجزئية بتاعة الجنريشن بتاعة الفيديوهات، ونشوف ازاي في اكتر من برضو من حاجة للفيديوهات ذات نفسها. لو انا جيت هنا اهو وضغطت في القائمة اللي انا بكتب فيها الاوامر بتاعتي، وضغطت هنا ناحية ايدي اليمين، هلاقي طلعت عندي ايمج اللي احنا كنا مختارينه. هنبدأ نختار هنا فيديو. اخترت بقى فيديو. اجي هنا في الفيديو الاقي قدامي هنا اكتر من اختيار. يعني هناك بص هنا كان في ثلاثة بس لهم علاقة بالصورة، هنا الفيديو لا، ده هنا الموضوع زاد شوية. اول حاجة عندي هنا بيقول لك هنا انت ممكن تختار عن طريق حاجة اسمها الفريم. الفريم ديت فكرتها في ايه؟ فكرتها ببساطة جدا انك انت عشان تقدر هو الاي اي عامة بيقدر مثلا يجنريت مثلا في الموديل بتاعنا اللي قدامنا دوت في حدود مثلا 10 ثواني. او هنا برضو بيجنريت لك في حدود 10 10 ثواني. الوقت اللي هو بيقدر يجنريته دوت، انت ممكن تحط له بداية ونهاية الصورة ذات نفسها، بحيث انك انت يبقى فيه تحكم في الشكل اللي انت هتقدر تجنريته في الفيديو. وده هيرجع للي احنا برضو قلناه. احنا قلنا الفيديوهات ما البداية بتاعتها دايما بتكون صورة. قدرت تطلع صورة كويسة وشكل كويس انت محتاجه، هتقدر بعد كده تطلع فيديو جميل جدا. الصورة ذات نفسها اللي انت طلعتها ما كانتش كويسة او مش افضل حاجة، هتلاقي الفيديو برضو طلع ضعيف شوية. فكل ما تعبت وانت بتنتج الصورة ذات نفسها في المرحلة اللي هي كانت قبل ديت، لما تيجي تقدر تطلع فيديوهات عن طريق الأداة بتاعت فلو او اي أداة بعد كده تانية، هتلاقي الفيديو طالع لك بشكل كويس. فاول حاجة فكرة الفريم. الفريم ديت بص لو انا بصيت على ضغطت عليها كده، اجي هنا قال لي كلمة ستارت واند. طب ايه ايه الطريقه التانيه؟ لا التانيه دي انت حضرتك هتكتب لي يا دوبك تكست، او انك انت هتديني صوره واحده وانا هبدا اجنريت منها الايه، الفيديو ذات نفسه. طب ده شيء كويس جدا. جيت هنا لقيته هنا بيقول لك هنا الاسبكت ريشيو، الحجم بتاع الفيديو اللي انت هتقدر تعمله جنريشن. طبعا بصوا من الشكل ذات نفسه كمان واضح، ده هنا فيديو طولي، هنا ده فيديو عرضي. وبرضه فهمنا تاني ان 1 اكس 2 اكس 3 اكس دي عدد مرات الجنريشن ذات نفسها.
طيب لو جيت هنا الاقي ان هنا جوجل، إيه الموديل اللي كان مشهور جدا في الصور؟ الموديل اللي كان مشهور جدا في الصور هو كان نانو بنانا، ده بتاع جوجل، وهي جميل جدا. طب بالنسبه للفيديوهات، عندك موديل اسمه فيو 3. فيو 3 دوت، زي ما احنا شايفين هم اوتوماتيك في ثلاث ثلاث اصدارات. في الاصدار اللايت لو انا دوست عليه هتلاقوا تحت كده كاتب لك 10 كريدت. ده معناها ان هو عشان يجنريت لك فيديو واحد باستخدام الموديل اللي هو اسمه فيو 3 3.1 دوت، هياخد من الكريدت بتاعك 10 نقط. طب انا لو جيت هنا اخترت له اللي هو الفاست، قال لك يا باشا لا احنا هناخد منك 20 كريدت. طب لو جيت اخترت له قلت له بتاع الكواليتي، لا ده جه قال لك هنا 100 كريدت. فانت الكواليتي ده ما تجيش جنبه عشان هو بيسحب كتير جدا من الكريدت. انت خليك في هو اللايت دوت او الفاست، هيبقى جمال جدا قوي ايه معاك. طب هما مين بقى اللي هو اسمه اومي فلاش ده؟ اومي فلاش دوت ده اخر موديل نازل من برضو من عند جوجل، وعمل ضجة كبيرة جدا. وده برضو هنبص عليه ونشوف ازاي برضو ايه استخداماته، وليه اصلا انت ممكن تستخدم ده او تستخدم ده او تستخدم ده. فخلينا ببساطة جدا في الفاست ده حاجة كده ايه في النص، اللي هو بياخد مني 20 كريدت. واجي اقول له والله مثلا تعالى هنطلع الاول تكست. انا دلوقتي عايز اديله تكست، وعايز اقول له جنريشن ويطلع لي الايه، الفيديو ذات نفسه. سهله جدا اهو. ده قلنا مثلا مش عارف هنا، ده هنا بقول له ايه، عايز فيديو مثلا لاندسكيب، نسخ كده. وتعالى نبدا نبص هنا عليه. ده هنا زي ما احنا شايفين انا ما اديتوش ولا صوره ولا اي حاجه، يا دوبك كتبت له برومبت بوصف مشهد معين، قلت له والله انا عايز صوره واحده بشكل هنا ايه طولي، وهنا قال لي والله انا هاخد منك 20 كريدت. خلي بالك وانت بتختار الموديل عشان تبقى عارف هيسحب منك قد ايه. واجي اقول له اتفضل. وبس في الحته بتاعت الفيديوهات هتلاقيه بياخد ايه وقت شويه عقبال ما ايه ما يجنريت الفيديو. عقبال ما يجنريت الفيديو، هو في حد بيسأل بيقول لك هو مجاني ولا لا؟ لا، هو ده في منه نسختين، نسخه مجانيه ونسخه لا. النسخه المجانيه دي النسخه اللي هي بتديك 50 كريدت، والنسخه اللي هي مدفوعه دي بيديك 1000 كريدت. واقول لك في الاخر في طريقه ممكن تجيب بيها نسخه مدفوعه بسعر ايه، بسعر كويس يعني. طيب ده الفيديو اللي هو عامله. طيب جميل جدا. نرجع تاني هنا. لو انا بصوا انا اول ما دوست كده على الفيديو، فتح لي زي تايم لاين. تايم لاين ده جميل جدا على فكره. وانا هنا على فكره هنا انا مستخدم اني موديل. لو انتوا بصيتوا لما جيت استخدمت هنا، استخدمت اللي هو فيو 3 3 فصل. ده في ميزه حلوه قوي، ان انا لما بضغط هنا ايديت، بصوا انا ممكن اجي لما ادوس على البلاس ديت، بيقول لك هنا ممكن تعمل له حاجه اسمها اكستند. اكستند ديت ايه؟ اكستند دولت اكستند دوت يبدا يمد لك المشهد اللي موجود عندك ببرومبت تاني. فانت ممكن تكمل، تاخد كمان مثلا 10 ثواني كمان بالقصد باللي هو بالموجود عندك، وانت يا دوبك هنا تكتب الامر وتبدا ايه، تبدا تكستند الفيديو ذات نفسه. بس خلي بالكم ان هو مفيش الاوبشن ده مش موجود معاك غير في اللي هو الفيو 3 3.1. لو غيرت الموديل هتلاقي ان لا، الاوبشن ده اختفى معاك. طيب نرجع تاني كده. انا دلوقتي انت كتبت لي تكست وطلعت لي فيديو، بس ده انا مش عايزه. انا عايز مثلا، انا عندي هو صورة المنتج اللي انت ايه مطلعها ديت، انا عايز اعمل فيديو للمنتج ده. المنتج اللي انا طلع يعني المنتج اللي موجود قدامي دوت انا عايز اعمل له فيديو. طب ده جميل جدا. انا مش كنت جيت قلت لك ان في حاجة هنا اسمها فريمز، ان انت هنا بتختار البتاع بتاع الفيديو؟ وبرضه انت تعالى نختار مثلا الفصل ده كويس. قلت لك في ستارت اند، تعالى مثلا نبدأ المشهد بتاعنا بالشكل ده. بص انا اول ما مسكت الصوره كده ورحت تحت، هو اوتوماتيك عملها، او ان انا ممكن اضغط على كلمه ستارت وابدا بعد كده اختار الصوره ذات نفسها. تعالوا هنا اهو.
ناخد الصورة ديت نحطها في الستارت، وتعالوا ناخد الصورة ديت. ده كويس جدا. وممكن هنا يا دوبك بس اكتب له كلمة انيميت، او انا اروح اصلا انا هنا مجهز برومبت اصلا للسي جي اي بتاعي للفيديو. اعمل كده نسخ، واجي هنا هعمل هنا ايه تيست، وابدا اجنريت الفيديو. طيب هنا بقى، يعني انا هنا في الفيديو التاني اللي انا بعمله جنريشن، هنا ما كتبتلوش تكست وطلبت منه فيديو زي الفيديو الاولاني او زي الفكره الاولانيه. لا، انا هنا اديته صوره يبدا منها وصوره ينتهي منها، ووصفت له الحركه او وصفت له اللي مفترض يحصل في الفيديو ذات نفسه. نوعيه الفيديوهات ديت اسمها سي جي اي. سي جي اي ديت ممكن تعمل سيرش عليها على بنترست او على اليوتيوب، هتلاقي في فيديوهات كتير جدا ليها ولذيذه جدا يعني. ممكن انت تبدا تاخد الفكره ذات نفسها وبعد كده تبدا توصفها للاي اي. الاي اي ذات نفسه هيطلع لك افكار كتيره جدا للسي جي اي، بتبقى حلوه جدا في المنتجات. وبرضو انا هنا عندك في التولز ديت ممكن هنا تبدا تكتب له الفكره اللي انت عايز تقدر تستخدمها في الفيديو بتاعك اللي هو السي جي اي، وتقول له هتوصف له المشهد بتاع البدايه شكله ايه، وهنا مشهد النهايه، وتقول له ظبط لك البرومبت. هيبدا هو ينتج لك البرومبت اللي انت ممكن تستخدمه. فسواء كنت هتستخدم، وده نفس الفكره على فكره اللي انت ممكن برضو تتكلم فيها الشات جي بي تي او اي ال ال ام، بس معموله في شكل طول بسيطه كده. تعالوا نبص بقى الفيديو اللي هو طلعه لنا. انا شايف ان النتيجه كلها تحفه. تقدر ايه تبص عليها. فده عامه ده، يعني دي نتيجه. تخيلوا ان ده اول جينيريشن لينا من يا دوبك من ستارت واند فريم وبرومبت، احنا ما ركزناش بس فيه. فانت الاي اي، بس عشان خاطر في ناس بتسأل هو ليه مثلا ما بيطلعش المشهد بتاعي، ما بيشتغلش، او الفيديو ما بيطلعش زي ما انا عايز. فكرة الاي اي هي فكرة الايتريشنز اللي هو حضرتك بتبقى عمال بتجرب كتير، تجرب تجرب لحد لما بتوصل للحاجة اللي انت ايه محتاجها. فهي دي كده تطلع من اول مرة، دي شيء جميل جدا. طيب هل في افكار فيديو تانية احنا ممكن نبص عليها، او حاجة تانية برضو ان احنا نشتغل عليها؟ احنا برضو كنا جينا اتكلمنا كده، كان قلت لكم ان في الفكرة بتاعت الصورة ديت، او ان هي ديت. ده الصورة مثلا، تعالى ناخد مثلا الصورة ديت عندنا، نقول له مثلا والله مثلا تعالى بقى انت تاخد صورة واحدة، ونبدأ نخلي الاتنين يتكلموا. برضو لو نزلت تحت هنا تلاقي برضو في هو الفيديوهات الهايبر. ده هنا ممكن هنا بص تكتبه هنا انت عايز مثلا الشخص الحقيقي يقول مثلا ايه. مهم. يلا بينا مثلا اي حاجه بقى، انت تكتب الشخصيتين بيتكلموا بعض في ديالوج بالعربي كمان. هو بسم الله ما شاء الله فيو 3 يعني برضه بينتج لغه عربيه. وتبدا تقول له هنا اكتب الحوار، هو هيجنريت لك البرومبت، او تاخد الايه البرومبت اللي موجود. فانت معاك التولز ممكن تعمل اللي انت عايزه وتبقى تبعت لنا يعني النتيجه. برضه بحط له هنا البرومبت ذات نفسه، وببدا ايه اجنريت لي الفيديو ده. في حد بيسأل السي جي اي في موقع ريفرنس ليه؟ مفيش افضل من موقع بنترست بامان. خش على بنترست واكتب سي جي اي. اللي ما يعرفش بنترست، ده بنترست. اكتب هنا سي جي اي، هتلاقي فيه كمية فيديوهات سي جي اي رهيبة. ممكن تبدأ تعمل ايه؟ انا ساعات بعمل كده، باخد اول الستارت فريم والاند فريم، واطلع اشيل الصورتين اللي موجودين واحط الصورتين بتوع المنتج بتاعي، واخد بعد كده ارجع تاني هنا على جوجل فلو احط الصورتين وابدا اطلع فيديوهات بالمنظر ده. او ان انا بعد، او ان انا باجي مثلا اصور. على فكره فكره فيديوهات السي جي اي ديت ايه، انت ممكن تروح اصلا اي مكان، مثلا عندك محل تصور المحل فاضي، وتاخد التصوير الحقيقي دوت تبدا تضيف عليه صور، فتلاقي الحاجه طالعه بشكل حلو. وده الفيديو اللي هو برضو طلعه لنا. ازيك؟ شكلنا النهارده حلو قوي.
يلا نعمل فيديو يجنن. هتلاقي هنا الفيديو طالع، يعني ده في ناس كتير جدا بتعمل الستايل دوت، وبيقعدوا طبعا يتخيلوا المشاهد اللي هم عايزينها او الستوري اللي هم بيحكوها يعني. وفي الاخر بتطلع بامانه وبتحقق ريتش كبير جدا برضو على السوشيال ميديا، ان الناس بت ايه بيعجبها الشكل ده. شكلنا طيب، النهارده. دي كان نوع الفيديوهين اللي انا قلت ان احنا ممكن نبص عليه. طب انا لما جيت بصيت هنا اهوت على الفيديو، على النوع ده من الفيديوهات، انا كان في ازيك؟ عندي مشكله هنا الشخصيه اللي هي موجوده عندي في الصور بتاعتي. وشفت ان الشخصيه ازاي ان احنا نقدر نثبتها عن طريق ان احنا نعمل هنا كاركتر شيت. طب هل في اوبشن؟ ايوه، لسه بقى الحته بتاعت الصوت ديت اللي انا هتكلم فيها حالا دلوقتي. هل في حاجه ان انا اقدر اثبت الصوت بتاعي؟ طب اطلع الصوت بتاعي؟ خلينا نقسم موضوع الصوت دوت لاكتر من حاجه. انك انت تطلع صوتك ذات نفسه وتحطه على فلو او تحطه لجوجل وجوجل تبدا تستخدمه، ده مش متاح. امال المتاح ايه دلوقتي؟ المتاح انك زي ما شفت عندنا هنا هتلاقي ان في حاجه اسمها كاركترز. لو دوست عليها من هنا يبدا بيقول لك اوصف الكاركتر بتاعتك. وبعد كده تعالى هنا هو اديله الصوره. تعالى هنا نديله الشيب بتاعنا كده. احنا هنا فين الصوره بتاعت الشخص؟ ايوه هي دي كده. هات. وبعد كده بقول له مثلا هنا اي حاجه. وببدا اقول له والله مثلا طلع لي، هات لي اول خطوه الصوره ذات نفسها. انا هنا بقول له والله ابني لي خد الصوره بتاعت اللي هي الكاركتر شيت بتاعتي ديت وطلع لي صوره. تلاقي عندك حاجه هنا اسمها سيلكت فويس. سيلكت فويس ديت هي جوجل اوتوماتيك بتديك قائمه اصوات عندها. طب هل جوجل ليه مش سامحالنا لحد دلوقتي ان احنا نرفع الصوت بتاعنا؟ لا، هي دي حاجات ليها علاقه بحقوق الملكيه والشغل بتاعهم. هم قال لك قال لك بسيطه جدا، دي لسته من الاصوات ممكن حضرتك تربطها بالشخصيه اللي انت هتستخدمها بعد كده. فبص، والله مثلا الشخص ده كويس، اقول له ده اد تو كاركتر، هو دي الصوره بتاعتي. وقال لك بعد كده اديني بقى البادي، اديني اشكال الصوت اللي هو الشخص ذات نفسه. اقول له قال له احنا عندنا خلاص بقى، احنا عندنا كاركتر شيت بتاعتنا هي، وده هي الصوره ذات نفسها. انا هنا ببني شخصيه عشان خاطر اقدر استخدمها في المشروع بتاعي. واجي هنا هو مثلا اسميها محمد اهي. انا كده خلاص اهو ده الصوت. وده هنا طلع لي الصوره الاولانيه وطلعت له البادي. قلت له قلت له ضنعت. طب ايه اللي حصل بقى كده؟ في حد بيسأل على جزئيه الصوت. جزئيه الصوت زي ما انا قلت لك، انت بدوبك بعد وانت بتجنريت هتلاقي من على جنب هنا بتبدأ تختار الفويس اللي انت محتاجه. يعني انت بتسمع الاصوات اللي جوجل عامله لك اتاحه انك انت تستخدمها، وبتظبط له التون ذات نفسه بتاع الصوت، بحيث انك انت بعد كده شفت لما قلت دان بقى عندي هنا مثلا محمد، اجي هنا مثلا اجنريت صورة او اجنريت فيديو. انت تقدر تدوس هنا وتقول له لا انا عايز هنا الكاركتر بتاعتي بقى اللي هي دي اول طريقة. او مش عارف هنا هيبقى متاح اد عادي جدا اهي، تقول له كاركتر تختار. فممكن مثلا لو المشروع دوت انت هتعمله بشكل دايم لشخصيتين زي اللي موجودين عندنا، انت تثبت النبرة بتاعت الصوت بتاعتهم. طب دي هتفيدك في ايه تاني؟ هتفيدك والله مثلا لو انا جيت هنا اخترت الفيديو عشان اعمل له ايديت، ازيك؟ بخش عليه بالمنظر ده. تيجي هنا لما تيجي تدوس اكستنت، فانت تيجي هنا ممكن تقوم حاطط له الشخصيه. فانت ضمنت ان مستوى الصوت اللي هو استخدمه في الفيديو الاولاني هيبقى زي الفيديو التاني. ان موضوع الصوت دوت انا عارف ان هو مقرف لناس كتير جدا، وخصوصا الناس اللي استخدمت فلو. هتلاقي ان هو ساعات ينتج 3 4 فيديوهات هم جمال وكل حاجه وهي فلو بامانه تحس كده ان الفيديو فيه انيميشن حلو قوي. بس تيجي للحته بتاعت الصوت دوت تحس ان الموضوع عندهم قلب ما بقاش افضل حاجه. الصوت بيطلع لغه عربيه كويس، بس ما بيبقاش مش قادر انت تحط الصوت بتاعك، وده شيء يعني مخلي ناس كتير مستنيه الابديت ده بالذات يعني. هيبقى ابديت قوي جدا يعني لو ده حصل. بتبدأ تيجي هنا اهو وتقول له تعالى اهوت نجرب اكتب الدور دوت. اعمل نسخ للبرومبت ده، ارجع تاني حط له الكلام ده كده. ودي هنا جربت فيها الحتة بتاعت الاكستند ذات نفسها. دول برضو نشوف برضو الاوبشن ده كده مع بعض.
عقبال ما يطول لنا الفيديو دوت كمان 8 ثواني ولا حاجة. تعالوا نرجع كده اهو. يبقى احنا كده مراجعة سريعة كده، شفنا الفيديوهات السي جي اي، شفنا الفيديوهات الهايبر، شفنا ازاي الفيديو الهايبر دوت انا ممكن اطوله او اعمل ايديت على الفيديو ذات نفسه. شفنا على فكرة المودلز بتاعت الفيديوهات، بس احنا على فكرة يا باشمهندس احنا ما استخدمناش غير فاست اللي هو دوت. قلت لي ان في واحد تاني، قلت لك ده اول واحد دوت بياخد منك بسيط جدا 10 كريدت، والتاني ده بياخد منك 20 كريدت، وده مش عارف ده اسرع من دوت، والاتنين الكواليتي بتاعتهم بأمانة جميلة جدا. امال مين بقى اللي هو اسمه اومني فلاش دوت وليه الناس كلها عماله تتكلم عليه وتقول ان هو حاجه جامده جدا، وايه المميز اصلا بينه وبين دولت؟ تعالوا الاول نشوف اللي حصل. ازيك؟ شكلنا النهارده حلو قوي. يلا نعمل فيديو يجنن. شفتوا؟ ايوه ديت اللي هي دي اللي احنا كتبتها له في الاخر، هو اوتوماتيك ايه؟ زودها. فهي ان هنا عملنا الاكستند للايه، للحته بتاعت الايه الفيديو. وتعالوا هنا، لا ما اتضافتش فيها. طيب يلا بينا بقى نشوف بقى ايه الفرق بين اللي هو الاومني فلاش واللي هما الموجودين دول. اول حاجه كده، تعالوا مثلا انا عندي الفيديو اللي هو طلع لي بشكل جميل دوت اللي هو بتاع السي جي اي. انا الفيديو دوت جميل جدا، بس انا عايز ايديت جوه الفيديو، يعني اعمل مثلا حواليه انيميشن، ازود فيه لغه عربيه، اعمل فيه اي فكره جديده. لو انا خدت الفيديو كده واجي اضيفه عندي هنا، هو الفيديو جدا اتضاف. بس تعالوا كده نخليه مثلا ايه، يعني اللايت او فاست. بصوا كده، شايفين على الفيديو ده ايه العلامه؟ عليه علامه اكس، ومكتوب لك هنا يو كانوت يوز فيديو، يعني حضرتك ما تقدرش تستخدم فيديو بشكل مرجعي. يعني المودلز اللي موجوده اللي هي بتاعت الفاست واللايت دوت الاثنين ما بيستخدموش الفيديوهات اللي موجوده بشكل مرجعي. يعني ما تقدرش ترفع لهم فيديو وتقول لهم خشوا جوه الفيديو دوت عدلوه، خشوا مثلا غيروا لي الستايل بتاع الفيديو دوت، حول لي الستايل بتاع الفيديو دوت مثلا من ستايل سي جي اي، حوله لي بشكل تاني، غير لي الخلفيه، ضيف لي مثلا انيميشن، ضيف لي كذا ضيف لي كذا. جوه الفيديو ما فيش الكلام ده جواه، يعني الاثنين موديل دوت ما عندهمش. امال مين بقى اللي هو اومني فلاش دوت؟ تقدر تدوس عليه كده، شايفين اول لما دوسنا عليه اللي حصل بسيطه جدا، هو اوتوماتيك قال لك فتح لك الفيديو. بس خلي بالك لما انت رفعت له فيديو، هو ما ادكش اوبشن تقول له الفيديو اللي انت هتنتجه ده كام ثانيه، ان هو خلاص المرجعيه بتاعته هو الفيديو اللي انت رفعه. طيب تعالوا بقى نجرب كده نشوف برضو احنا عندنا هنا. نقدر رجعنا للموقع بتاعنا دوت، وبص على بقى الاومي فلاش، واللي هو الميزه الاساسيه بتاعته ان هو يقدر يعدل على الفيديوهات. تعالوا نبدا مثلا، تعالوا نزود مثلا كتابه بالعربي على على الفيديو اللي موجود عندنا ده. تعال أهو. نبدأ نقول له ايه، ده مثلا البرومبت بتاعه، حتى كمان هنا كبر له هنا البرومبت بالعربي. نبدأ نقول له والله زود لنا مثلا حبة كلام بالعربي على الفيديو، ونقول له ايه اعمل لنا جنريشن. برضو ان اول ما ده كده، تعالوا نبص مع بعض برضو هنا اهوت. لما يبدأ يعمل جنريشن اوتوماتيك، لما بتيجي تختار بيقول لك عدد الكريدت، نقط الكريدت اللي هو هيسحبهم. يعني ده مثلا يسحب مننا 20 كريدت. يعني الفايدة الأساسية بتاعة الموديل الثالث اللي احنا هنبدأ نستخدمه، اللي هو اسمه فلاش دوت، ان هو بيقدر يأديت على الفيديوهات. الفيو 3 جميل جدا، بس الفيو 3 ليه طريقتين للاستخدام، يا الا بتديله تكست فيطلع لك فيديو، او انك انت بتديله صورة مرجعية واحدة يطلع لك فيديو، او بتديله ستارت فريم واند فريم ويطلع لك فيديو. تيجي تديله فيديو وتقول له اديت عليه، لا ده مش موجود عنده. فعشان كده عندهم هم في موديل تالت دلوقتي اللي هو اسمه ميني فلاش. ده ببساطة جدا بيقدر يحل المشكلة دي. تبدأ تديله فيديو وتديله البرومبت بتاعك، يقدر يعدل لك على الفيديو، ويقدر في نفس الوقت يعدل لك الستايل بتاع الفيديو. تقدر جميل جدا لو انت مثلا اديته فيديو وقلت له يحط لك حاجات انيميشن، تقول له مثلا والله الفيديو دوت انا عايز لما اضغط هنا يطلع لي مثلا شكل انمي شكل كذا. جميل جدا. انا بص هنا اهوت.
بدأ يضيف لك ايه او عربي على الايه على الفيديو ذات نفسه. فقدر زي يمنتج او يضيف كلام على فيديو موجود عندك. كل ما حسنت بقى البرومبت اللي انت بيبدأ يشتغل عليه، هيبدأ الايديت اللي بيضيفه ذات نفسه على الايه على الفيديو بقى بشكل احسن. طيب خلينا برضو ايه نقف بقى شوية كده. وقبل ما نخش على على جيميناي، انا عايز اسمع كده الريفيوهات بتاعتكم بالنسبة للجزئية بتاعت الفيديوهات. هل ايوه؟ طيب ممتاز جدا. طب إيه رأيكم؟ ايوه رائع طبعا، ده شيء جميل جميل ما شاء الله، ممتاز. انا تمام، انا مبسوط جدا طبعا ان الريفيوهات جايه بشكل ايجابي. ال ال فلو جميل جدا، اداة جميلة جدا. اداة فعلا، انا اشجع اي حد يعني يعني بيحب يجنريت كونتنت، بيحب يجنريت صور، بيحب يجنريت فيديوهات، ان هو يستخدم الاداة دي. اداة جميلة بتقدر في نفس الوقت تديها البرومبت ذات نفسه اللي هو انت محتاجه، وتبدأ تطلع لك زي ما احنا شايفين كده صور وفيديوهات بأقل مجهود. وفي نفس الوقت الكواليتي بتاعتها جميلة جدا، وتقدر تستخدمها في شغلك، او تقدر تستخدمها في انك انت عايز توصل معلومة معينة او حاجة معينة. طيب نيجي بقى للأستاذ اللي هو الأخير اللي هو بتاعنا مين. طيب في حد بيقول لك عايز أثبت شخصية وصوت علشان أعمل سلسلة حلقات. ده جميل جدا. السؤال دوت أنا ليه فيه أكتر من نصيحة. لو أنت عايز تثبت شخصية وتبدأ تعمل ليها مجموعة حلقات، لو أنت هدفك الريلز اللي هي الحاجات البسيطة اللي هي تبقى مثلا في 11 ثواني 15 ثانية، هتبقى الحاجات بتاعت جوجل دي جميلة جدا. وزي ما احنا شفنا يعني اتكلمنا على على الجزئيه اللي هي بتاعه الكاركتر ديت، هتبقى مفيده جدا ليك انك انت تحط صوره وتحط صوت تثبتهم، وبعد كده تعمل برضو الكاركتر شيت دوت على اساس ما يغيرلكش الشكل بتاع الشخصيه بتاعك في كل المشاهد، وتقدر تشتغل بيها. طيب انا لو انا لا انا مش عايز كده، انا عايز انا عايز اعمل لها حلقات كبيره. يعني انا مثلا والله عايز اطلع حلقه مدتها 7 دقائق 10 دقائق. طب دي ساعتها اعملها ازاي؟ دي حاجه تانية. دي حاجة اسمها بيسموها توكنج افاتار. دي بنستخدم فيها موقع زي موقع اسمه هيجن. هيجن دوت ببساطة جدا بيعمل حاجة اسمها ليبسينج. بترفع له المشهد ذات نفسه بالصورة، وتبدأ ترفع له الفايل الصوت، وهو اوتوماتيك يخلي الشخصية بالصورة اللي هي موجودة فيها ان هي تنطق الكلام اللي موجود عندك في ملف الفويس بتاعك. طيب لو قلت لي تيجي تقول لي طب هل ده افضل حاجه؟ لا مش ده افضل حاجه، في برضو اسلوب تاني تبع حاجه اسمها كينك 3 اللي هي اللي بيسموها موشن كنترول. الموشن كنترول ديت فكرتها في ايه؟ فكرتها بسيطه جدا، ان انت بتصور فيديو عادي جدا، انت اللي بتصور وانت بتتكلم، وبعد ما بتخلص كلامك وتخلص الصورة، بتقوم واخد أول لقطة عندك في الفيديو، وعامل لك نفس الشخصية مثلا بتاعت الكرتون أو الشخصية التانية، وتاخد تنقل الحركة اللي انت صورتها في الفيديو بتاعك اللي انت قعدت صورته بالكاميرا أو اللي انت بتتكلم فيه للصورة التانية. الفكرتين دول ليهم مواقع خاصة بيهم، وليهم طرق انت ممكن تدور عليها. فانت ممكن تاخد الكيورد اللي احنا قلناها ديت، وتبدا تشوف ازاي تقدر تطلع اللي هي التوكينج افاتار عن طريق هيجن، او عن طريق اللي هي كلينك 3 دوت عن طريق الموشن كنترول. ازاي برضو الفيديوهات بتاعتها ايه بتقدر تطلعها. وساعتها على فكره هتقدر تعمل الكلمه اللي هي اللي أستاذة ندى بتسال عليه، اللي هو هل ممكن نخلي صوتي انا الفويس اوفر؟ طبعا، ما هو انت ساعتها بقى بترفع له ملف صوتك ذات نفسه. فساعتها بتقدر تخلي يعني الصوت ذات نفسه بافضل ايه شكل. كان في برضه أستاذة فاطمة، ممكن تتفضلي لو عايزة تسألي عن حاجة. السلام عليكم، ازي حضرتك؟ انا عندي سؤال بس. هو احنا مش ممكن نعمل ستوري بورد قبل ما نعمل الفيديو؟ دي بتكون افضل وبتطلع الفيديو افضل، بحيث ان هو تسلسل الحركات وكل حاجة قبل ما نبتدي نشتغل عليه كفيديو. ده أكيد طبعا. كل ما كانت الفكرة قدرت توصفها وقدرت تطلعها بشكل يعني بشكل مميز للاي اي واديتها له، هيبدأ الفيديو ذات نفسه اللي هو بيطلعه يطلع بشكل ايه بشكل احسن. يعني احنا ممكن لو جينا كده هوت، كان في مشروع انا كنت عامله
اعتقد نفس الكلام. كنت عامل فيه الستوري بورد ذات نفسه، وبعد ما عملت الستوري بورد، ده الستوري بورد اللي هي كانت هي اللي هي قصدها بيه. جودة مبيعات تمام يا فندم. ها ايوه يا فندم لسه حالا. طب ميتا فيها زر اسمه هات مبيعات حالا وانا اللي مش لاقي. ده مثلا كانت فكرة كنا طلعناها. كان ده برضو المشهد اللي هي بتتكلم عليه. نجهز الحمل. اشتغلت ايوه لسه حالا. طب في مبيعات يا فندم، دي لسه نازله. يعني امتى هتبيع؟ هو ميتا فيها زر اسمه هات مبيعات وانا اللي مش لاقيه. حاجة بالشكل دوت. هتلاقي ان احنا، لا، اول حاجة عملناها فعلا عملنا الستوري بورد اللي هي كانت بتتكلم عليه. ان هي بسيطة جدا، بدأت ايه اوصف له انا محتاج ايه بالظبط. بقيت حطيت له في المشاهد وقلت له والله اعمل لي ستوري بورد بالشكل دوت. وبعد ما بنى الستوري بورد بتاعتي، خليته اديتها له كريفرنس وقلت له لا طلع لي بقى الفيديو، فساعتها نتيجة الفيديو ذات نفسه بتختلف معاك. طب انا عايزه اعرف من حضرتك ازاي بنوصف الستوري بورد قبل ما نطلعها، يعني معلش. ازاي الموضوع بعمل الوصف بتاع الستوري بورد بتاعتي في بص، البروموت؟ الموضوع ده شيء جميل جدا، بس هو الموضوع بقى فعلا بسيط جدا. انت يا دوبك بتفتح اي ال ال ام، شات جي بي تي، كلود، ايا كان اللي انت بتستخدمه. وبتبدا زي ما تقول تخش معاه تدردش معاه. انت هتستخدم المصطلحات اللي هي توضح انك انت فاهم بس انت بتعمل ايه. بتبدا تقول والله انا عايز اعمل ستوري بورد. الستوري بورد انت بتشوف له المشاهد هيبقى مكون من كام مشهد. المشهد الاولاني مثلا هيبقى فيه كذا، المشهد الثاني هيبقى فيه كذا، المشهد الثالث هيبقى فيه كذا. الاي اي حرفيا فتح باب الابداع لكل واحد فينا. يعني باب الابداع بتاعنا دلوقتي مفتوح جدا. الفكره كلها بقت موجوده يعني الصعوبه كلها ما بقتش موجوده في تنفيذ الفكره، على قد ما موجوده ان انت تطلع الفكره بقى اللي جوه دماغك ديت، تطلع في شكل تبقى اصلا فكره كويسه، فكره تستحق ان هي تطلع. دي بقت الصعوبة ذات نفسها، ان انت تفكر والله لو انا هعمل فيديو، الفيديو دوت مثلا زي ما احنا شايفين كده، مدته والله مثلا 10 ثواني او 15 ثانية، هيحصل فيه واحد اتنين تلاتة، يبقى فيه تسلسل في الاحداث، يبقى فيه الستوري بورد مكتوبة بشكل ان الناس تشوفه ايه، تلاقي ان الموضوع طالع بشكل كويس. كل ما قدرت انك انت تطلع يعني تكون فكره كويسه. ودي بقى الاي اي ما بيساعدكش فيها يعني دي الحاجه الوحيده اللي بتحتاج انك انت لا تبقى مجهود من خلالك انت، انك انت عندك فكره تستحق فعلا ان الناس توقف سكرول، او الناس ان هي بتتفرج على حاجه تقف وتبدا تبص ايه على الكونتنت اللي انت بتقدمه او الحاجه اللي انت بتعملها. طيب، على ما اعتقد احنا كده ايه جاوبنا على السؤال دوت. خليني بس ايه اقول لكم اخر حاجه بس شفتها كان لجيميناي. عامه ده جيميناي دوت ببساطه جدا عامل زي ايه، عامل زي يعني زي شات جي بي تي وكلود والكلام ده كله. تقدر برضو تفتحه وتبدأ تستخدمه بنفس الطريقة اللي احنا كنا بنتكلم بيها من شوية. تقدر يطلع لك بقى صور ويطلع لك فيديوهات، بس فلو يا جماعة أحسن وأفضل منظم أكتر، بيسمح لك إنك أنت زي ما احنا شفنا تعمل فولدرات وننظم الفايلات بتاعتنا ونكتب الحاجة بشكل كويس. ده زي شات. طب انا إيه يعني انا مش هقعد بقى اقول الكلام اللي احنا قلناه تاني، اللي انت بتقدر تجيريت صور وفيديوهات والكلام دوت. انا هتكلم على اجدد حاجه هو عملها. كان تقدر تجنريت ميوزك دلوقتي. يعني تقدر تجنريت مقاطع صوتيه ممكن تستخدمها في الشغل، ايه، في الشغل بتاعك. فتعالوا كده، ايه، كنت محضر برومب برضو بسيط جدا كده. ايوه اهو. بتبدأ على فكرة برضو تجيب له كلام. يعني انت مثلا ممكن تكتب اي كلام، مثلا تخلي الاي اي يكتب لك مثلا اغنية معينة او نشيد معين. وبعد كده تيجي هنا تقول له، تدي له والله النشيد دوت، تقول له والله انتج لي النشيد دوت. فتعالوا ايه نجرب دوت كده، ويبقى كده احنا ايه قلنا يعني قلت كنت تلات ارباع الابديتس اللي انا شفتها في فلو اخر فترة يعني. ممكن برضو عارفين زي ما احنا شايفين كده، فتحنا هنا الميوزك، ممكن تختار له هنا نوع الايه، الموسيقى ذات نفسها اللي انت عايزها يعني. فده برضو حتة انك انت تقدر تجنريت موسيقى من خلال اي اي ديت، كانت موجودة بس ما كانتش بأمانة منتشرة أوي يعني. فهي آخر فترة نازلة هنا معانا على جيميناي، هتلاقي ان الموضوع فيها بقى لذيذ جدا يعني.
استحملت وغيرت. اهو ده مثلا. نور الأمل يشرق في سماك والفرحة ترسم أحلى خطاط. يلا نغني سوا نعلي الصوت ما دام فينا العزم ميمون. فعامة يعني ايه، كون ان انت تلاقي في الاخر ان الاي اي كمان بقى يجنريت ليك صوت انت بتسمعه، ده انا شيء شايفه جميل جدا يعني. ممكن بقى انت خلاص بقى تظبط بقى مقطع يعني بتحتاج بقى انك انت شويه يكون عندك ايه، عندك خلفيه بقى بانتاج الموسيقى وازاي بتطلع انواع الموسيقى اللي موجوده او انواع الاناشيد اللي موجوده، وتبدا تطلع الكلمات اللي انت عايزها، برضو تخلي الاي يكتبها لك او انت هتطلعها، سواء انت بقى بتعرف تكتب والكلام دوت. بتبدا في الاخر تديها له وتدي له نوع الموسيقى، وهو اوتوماتيك هيبدا اكنك انت ايه سجلت المقطع ده في افضل استوديو. يعني انا اولا يعني حابب الاول في لسه في حاجتين في الاخر هنتكلم فيهم، بس يعني خلي في نقطة في الاخر خالص، والنقطة بس اللي قبليها ديت. خلينا الاول نفتح بقى باب الاسئلة، لو في حد عنده سؤال، عنده حاجة عايز يسألها في يعني في الجزئية اللي احنا اتكلمنا فيها ديت. طيب ده شيء ممتاز جدا. هو لو قصدك البرومبت تفضل متاحة اللي انا كمحمد هسيبهم هنا في الويب سايت، دي موجودة. لكن هم بتوع الاي اي هيسيبونا بقى، الشركات الاي اي والتطوير اللي بيحصل دوت هيسيبونا نفضل نكتب برومبت ونطلع نتائج. دي حاجة انا ما بنهاش ان هو دلوقتي كان في حد سأل على حاجة اسمها ايجنت كلوب ديت. فكرتها ايه؟ ان فكرتها ان بيبقى عندك اكتر من ايجنت. يعني ايجنت دوت عبارة عن اي اي ايجنت، يعني بيبدأوا يكلموا بعض وبيبدأوا يشتغلوا مع بعض لحد لما بينتجوا محتوى او بيوصلوا لهدف معين. فحتى طريقة كتابتنا للبرومبت ذات نفسه عشان نطلع صورة او نطلع فيديو، ما اعتقدش ان هي هتستمر كتير بالشكل اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. على ما اعتقد بعد كده انت هتكتب اهداف للايجنت، يعني هتقول له والله مثلا ايه، انا عايز الفيديو دوت هنقدر نشتغل عليه بشكل معين والكلام ده. طيب ده كده احنا بالنسبة للأسئلة. في حد عنده أسئلة تاني؟ أي حاجة للجينيريشن بتاع الصور بتاع الفيديوهات، بالنسبة لكم فلو النهاردة وضح والدنيا بقت واضحة، ولا الموضوع مش يعني مش أفضل حاجة؟ أحب أسمع آرائكم وأشوف برضه الكومنتات بتاعتكم يعني. طيب ماشي. طيب ده أنا شاكر لكم جدا. قبل بس ما أتكلم بقى في النقطة التانية اللي أنا عايز أتكلم فيها، ده الرابط اللي موجود عندكم في الجروب دلوقتي اللي هو موجود دوت، ده رابط يثبت حضورك في المحاضرة الجميلة اللي احنا خدناها مع بعض دي. الرابط دوت عشان خاطر تستخدمه، ده رابط شهادة. هتخش تكتب اسمك وتحط الايميل بتاعك، وبعد كده ده الكود بتاع الشهادة ذات نفسه، برضو الكود اللي موجود هنا. الكود ده برضو عشان يثبت حضورك، اول ما هتكتب الايميل والاسم وتحط له الكود دوت، هيبعت لك على الايميل عندك شهادة بانك انت حضرت معانا المحاضرة دي. ودي اول يعني دي ايه يعني زي حاجة بسيطة حبينا ان احنا نقدمها لكم.
بحيث برضو ان هي ايه، انك انت تتشجع انك انت خدت خطوة، انك انت النهاردة عرفت فلو بتاعه والكلام ده. طيب، ده الرابط مرة تانية اهوت، تقدر تضغط عليه وهيطلب منك كود. الكود ده عشان هتلاقيه موجود دلوقتي. وعلى فكرة الرابط دوت هيفضل متاح بس يعني من بعد ما نخلص مثلا ب10 دقايق، وبعد كده الرابط هتيجي تخش عليه مش هتلاقيه شغال. طيب، ده بالنسبة للحصول بتاعك على الشهادة. طب نرجع مرة تانية بقى. ده اللي احنا بقى في MEA. ده احنا بنستخدم ايه ولا بنعمل ايه ولا ايه هدفنا اصلا من اللي احنا بنعمله ده. احنا ببساطة جدا الفترة الأخيرة ديت بقى عندنا دي أكاديمية ليها علاقة بالكورسات. بنقدم مجموعة كورسات ليها علاقة بالديجيتال ماركتينج، وليها علاقة بالميديا باير. و... يعني والكورس الجديد اللي احنا بنقدمه دلوقتي AI كريتور. هو ايه بقى AI كريتور والفكرة بتاعته هتبقى عبارة عن ايه، واحنا اصلا عايزين نوصل ايه في الجزئية ديت. ال AI كريتور انا شايف ان ده مصطلح جديد او حاجة جديدة احنا بدأنا نشوفها في الوقت اللي احنا موجودين فيه ده. اللي هو ببساطة جدا، ما يعني انا اول ما بدأت مثلا من قيمة سنتين، و... وان احنا مثلا نبدأ نبص على ازاي الاي اي دخل غير حياتنا. الاي اي غير حاجات كتير جدا في حياة الواحد. فالتجربة اللي الواحد ماشي بيها ديت او شافها ان هي ازاي قدرت تغير حياته، في ان هو قدر يجنريت كونتنت بشكل تحفة، وفي نفس الوقت يجنريت صور، يجنريت فيديوهات، يجنريت ويب سايت، يجنريت حاجات ليها علاقة بالبرزنتيشن. كل الحاجات اللي هو الواحد قدر يعملها ديت، الواحد اتبسط جدا ان هو قدر ينفذها، وشاف قد ايه ان هي اثرت في حياته. فحب ينقل التجربه اللي حصلت ديت للناس. فشفت ان احنا عشان انقل التجربه ديت للناس اللي موجوده، او اقدر افيد بيها اي حد موجود يعني، قلت ان انا هيبقى عندي ببساطه جدا في عندي 4 مديول او 4 حاجات اساسيه. ال4 حاجات اساسيه دولت انا اصلا عايز اوصلهم لاي حد موجود دلوقتي. اي حد، اي بني ادم موجود، ايا كانت شغلتك، ايا كان الحاجه اللي انت بتعملها في الدنيا ديت، هتلاقي نفسك ببساطه جدا انت لو اتعلمت اي اي هتستفاد منه. ان هو مش الاي اي مش تولز جديده انت هتتعلمها، انما دي ثوره جديده، يعني حاجه جديده هتبدا تغير طريقه تفكيرك اصلا في الحياه حواليك، او حتى كمان في شغلك. فشفت ان اول مديول انا لازم لما اجي ابدا مع الناس اللي هي هتبدا تتعلم اي اي، او تبدا تستخدم الاي اي في ان هي تقدر تجنريت كونتنت. اول حاجه الفاونديشن ديت الفكره فيها ايه؟ الفاونديشن ببساطه جدا انا ببدا اقعد معاك، نبدا نتعلم مع بعض ايه اصلا الاي اي، ايه اصلا ليه اصلا في موديل كتيره من الاي اي. الموديل ديت عباره عن ايه؟ ازاي اصلا انا اقدر اتحكم في الموديل ديت؟ ازاي اقدر استخدم الاي اي دوت؟ وازاي اديله اوامر، او اديله الاهداف اللي انا محتاجها. ان برضو خلي بالك الحته بتاعت الفاونديشن بتاعت الاي اي ديت، انا بشوفها من افضل النقط اللي انت محتاج انك انت تكون عندك معلومه ليها. ان ببساطه جدا كل لما زاد عندك التخيل بتاع الاي اي اصلا بيشتغل ازاي، انت اوتوماتيك هتقدر تتحكم في الاي اي في اي موديل موجود دلوقتي، او اي موديل هيطلع لقدام. بعد ما نقعد شويه في الفاونديشن ونشوف الدنيا بتاعت الاوبن سورس في الاي اي ديت شكلها عامل ازاي، وازاي اصلا ايه الادوات اصلا المتاحه عندي، ابدا اتنقل معاك للحاجات بقى الفيجوال. انت عايز بقى تشوف صور. طب دلوقتي بقى الصور ديت انا هنا لما جيت فكرت في النقطه التانيه، انا ما فكرتش فيها ك يعني ايه كحاجات كنظري. لا، انا حبيت ان انا دايما اركز مع الناس اللي هيمشوا معايا في المسار دوت، ان يطلعوا بحاجات عمليه. فلما جيت فكرت في الحاجات اللي لها علاقه بالصور، ما فكرتش انك انت هتجنريت صوره وخلاص زي ما احنا شفنا. احنا بنجنريت الصور ديت لهدف معين. اهم حاجه تحدد الهدف. انت اكيد مش عايز تعمل صوره عشان خاطر تحطها على النت او الناس تبص على الصور بتاعت الاي اي اللي هي بلا هدف او بلا جدوى، يعني تلاقي في الاخر فيديو حلو وجميل كل حاجه، بس انت ما استفدتش بيه. فانت لازم تعرف ان الصوره اللي انت تطلعها ديت، والله لو هتعمل حمله اعلانيه، لو عايز تخرج مثلا اعلان ليك، لو عايز توصل فكره معينه، عايز توصف الصوره بشكل بصري او بشكل توصل، يعني تستخدمه حتى لو انت عندك بيزنس تستخدمه مثلا في المنتجات بتاعتك، ازاي اصلا تعدل على الصور بتاعت الاي اي. ان خلي بالك ان في الجزئيه التانيه ديت انت مش هتتعلم
ان الاي اي هيطلع صور بس، لا، انت هتتعلم الصوره دي طلعت انا عايز اديت عليها. ان ساعات بيبقى تكلفه الايديت بتاعتك انك انت تخش تفتحها على اي برنامج بتاع ايديتنج بتاعت صور ارخص بكتير جدا من انك انت تقعد تولد صور. ان في الشغل الحقيقي انت بتلاقي نفسك وقعت فجأة في لوب مش عارف تخرج منها، انك انت في فكرة معينة عايز توصل ليها، وتحس ان الموديل ذات نفسه بتاع الاي اي مش هينفذها لك. فانت طب لا انا طب ما تنفذها ليش، بس اديني قربني لاقرب مكان، وانا بعد كده هاخد الاسيت ديت وهبدا اخش على اي برنامج بيأديت الصور، هبدا اعدل الكلام ده. فدي عندي في تاني مديول ذات نفسه بتكلم فيه. تالت مديول ببدأ اتكلم بقى على الفيديوهات. انت احنا شفنا دلوقتي موضوع ازاي ان الصور بتتحول لفيديوهات، وايه الادوات اللي موجوده في السوق كلها، وكل اداه ايه في دي إيه الاختلاف بينها. يعني مثلا في جروك اللي هو موجود دلوقتي ده كان فري وبرده بقى بفلوس، ده مثلا وفلو ايه الفرق ما بينهم؟ ليه اروح هنا واروح هنا امتى واروح هنا امتى؟ ده افضل في ايه وده افضل في ايه؟ فهتلاقينا في المديول التالت دوت احنا بنشرح ايه، بنشرح فيه الكلام ده. في اخر بقى مديول ده ليه علاقة بالكودينج. الفايب كودينج. الفايب كودينج الفترة الأخيرة خد صيت عالي جدا، وطبعا الناس بسم الله ما شاء الله بالنسبة لها الشغل بتاع السوفت وير اللي هو يا دوبك يخش ويأديت وبتاع ما بقوش حتى يشجعوا للحتة دي. اما اعتقد الكلام ده قبل الفايب كودينج. الفايب كودينج سهل جدا، سهل جدا دلوقتي انك انت تطلع لك بورتفوليو خاص بيك. سهل جدا دلوقتي انك انت مش تطلع بورتفوليو، لا انت تطلع بورتفوليو وكمان تعمل تولز خاصة بيك، وتعمل ويعني ايه يعني ويب سايت بسيط خاص بيك تحط فيه الشغل بتاعك، تبدأ تعرض بيه افكار معينة انت عايز تتكلم عليها. يعني الموضوع مش ما بقاش صعب. يعني موضوع الفايب كودينج برضو نفس الكلام، انت بتتعلم معايا هنا مثلا ازاي نعمل صفحات هبوط، ازاي نعمل مثلا لاندنج بيج، ازاي نعمل مثلا نطلع مثلا فكرة معينة، تول معينة بسيطة ازاي نبدأ نضيفها، ازاي مثلا نشتري دومين ونرفع على هوست. دي هتبقى حاجة برضو بسيطة ممكن نتعلمها مع بعض في الفايب كودينج. فهتلاقيني هنا في المسار بتاعي دوت انا علمتك كل حاجة ازاي تبدأ تستخدم الاي اي فيها. بس انا حابب في الاخر اقول معلومة بقى مهمة جدا. الاي اي لمين؟ يعني مين اللي يروح ياخد المسار دوت؟ مين انا عايز مين في الكلام دوت؟ او انا مين الشخص اللي يخش يتعلم الكلام ده؟ انا حابب في الاخر اقول انا محتاج هنا مش إن الناس اللي عندها خبرة. ان خلي بالكم ان الاي اي ده بجد ده بصدق الاي اي تول رهيبة جدا. مش رهيبة بس ده تول عظيمة جدا في ايد الناس اللي عندها خبرة. يعني انت اي حد موجود اشتغل في اي شركة في اي مجال فترة مثلا ما تقلش مثلا عن سنتين او ثلاثة، يعني عايز اقول لك ان الاي اي يطلعوا ثلاث اربع درجات في الشغل بتاعه بسهولة جدا، مش محتاجة صعوبة. ان الاي اي بيعمل ايه؟ بيشوف. يعني دايما عندي في مصطلح كان يجي يقول لك ايه كاربت جي ان كاربت جي اوت. لو انت حضرتك اصلا مش عارف حاجه الاي اي مش هيطلع لك حاجه. لكن لو حضرتك عندك خبره في الحاجه اللي انت عايز تعملها، الاي اي هيبقى سلاح رهيب هيضرب قدرتك في 10. ده اقل واجب هيعمله معاك. فخلي بالكم انا برجح جدا المسار دوت للناس الكبيره. كل ما كبر سنك انت خبرتك اكيد زادت. خد اي اي. ده بجد بامانه ان انت كل ما كنت شخص كبير هتلاقي ان الاي اي ده بالنسبه لك زي ما تقولوا حبايه هترجع لك شبابك كله. ان ببساطه جدا الاي اي سهل جدا ان هو يخليك تطلع كل الافكار اللي جوه دماغك فبقيت تشوفها قدامك، ويعظم خبرتك ديت في 10 مرات. فانا برشح جدا المسار دوت لاي حد سنه كبير او اي حد عنده خبره كبيره في المجال بتاعه. لو انت شخص لسه بتبدأ، شخص لسه ما اشتغلتش اي حاجة ولسه بتبدأ، يعني بالعكس خالص ما رشحلكش ان انت تتعلم اصلا اي اي. روح اتعلم الاول اي مجال انت عايز تشتغل فيه. هتشتغل تصميم، هتشتغل ميديا باير، هتشتغل في السوشيال ميديا، اي مجال من المجالات المتاحة دلوقتي روح اتعلم الاسس بتاعتها بشكل طبيعي جدا اكن الاي اي دوت ما طلعش. وبعد ما تتعلمها استخدم بقى الاي اي في المجال بتاعك وهتشوف قد ايه هو هيبدأ ايه يطورك. بس اوعى تروح ما تبقاش عارف حاجة وتروح تتعلم اي اي. ساعتها هتلاقي الموضوع هتلاقي الموضوع مش صعب، هتلاقي الموضوع ذات نفسه ما بقاش افضل حاجة انك انت مش هتعرف تتحكم فيه. العكس، العكس هو اللي هيحصل، هو اللي هيبدأ ايه يوجهك للحاجة اللي هو عايزها. فده كان اخر حاجة. لو عندكم بقى اي استفسارات للكورس اللي موجود اللي هم هيقدموه اللي هو بتاع الاي اي كرييتور، هيبعتوا التفاصيل بتاعته على على الجروب.
هيبعتوا التفاصيل برضو على الواتساب. لو انت عايز تكلم الناس اللي هي بتاعة المودريشن هتلاقيها تتواصلوا معاك لو في أي استفسارات عن برضو الخصومات المتاحة متاح. أنا عامة كنت سعيد جدا 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 بالعدد اللي حضر معايا النهاردة. سعيد جدا بإنك انتم فضلتوا معايا، وسعيد يعني يا رب أكون النهاردة يعني فدتكم ولو بمعلومة أو اتنين، يعني يفيدوكم بإذن الله في الشغل بتاعكم. من فضلك، هو اللينك بتاع المحاضرة هيتبعت امتى؟ لينك المحاضرة هيتبعت بإذن الله على بكرة، يعني هما بيمنتجوها النهاردة وبكرة بإذن الله هيرفعوها على اليوتيوب. تمام، شكرا. كان في أستاذ خالد، اتفضل. أولا شكرا جزيلا على المحاضرة، حقيقي جميلة وهايلة، وشرح حضرتك منظم ومرتب، يعني شكرا جزيلا. حضرتك كنت قلت في النهاية تقريبا هتدي حاجة عن الاشتراكات. تقريبا في اشتراكات يعني بطريقة أرخص من المعتاد أو المعلن أو كده، فبفكر حضرتك بس. وشكرا جزيلا مرة تانية على المحاضرة. أنا يعني ده شيء يسعدني جدا. الريفيو بتاع حضرتك يعني ده شيء ممتاز جدا، يعني شكرا شكرا ليك أولا. ثانيا هو ممكن حضرتك تتواصل مع المودريشن برضو، هم هي في فعلا اكتر من طريقة انك انت ممكن تحصل بيها على اشتراك بسعر مخفض شوية. دي بتبقى فكرتها في ايه؟ فكرتها بسيطة جدا، انك انت جوجل فلو مثلا لما انت بتشترك تاخد مثلا اشتراك سنوي، بيديك 5 روابط دعوة انك انت تاخد تجرب التول ديت، بتبعتها مثلا لناس يبداوا يستخدموا التول ديت معاك. يعني انت لما بتدفع ثمن الاشتراك بتاعها بتدفعه بشكل سنوي، بيديك 5 اشخاص يقدروا يضافوا للايميل عندك. فهو بسيطة جدا، في حد بيشتري الاكونت وبيبدأ ايه يوزع نفس الاكونت دوت على 5 اشخاص، بحيث ان هم برضو يقللوا الثمن بتاع الاشتراك. وعامة أنا دايما بشوف إن طالما أي تولز أنت هتستخدمها في إنك أنت لسه هتتعلم وتبص وتشوف إزاي بتتعمل والكلام ده كله، حاول على قد ما تقدر تشوف إيه يعني أفضل حاجة في الاشتراك وتدوس في التول دي. لما بقى بتوصل لمرحلة قدام بقى إنك أنت خلاص هتستخدم التول ديت إنك أنت تطلعها لشغل تجاري، أو في حد يعني هيدفع مقابل الخدمة ديت، ساعتها يبقى أنت هتلاقي نفسك ذات نفسك هتلاقي إنك أنت أفضل لك إنك أنت تعمل سبسكريبشن مع الجهة ذات نفسها المسؤولة، بحيث ان الايه الموضوع يبقى امن والكلام ده. شكرا جزيلا، شكرا، تحياتي شكرا. مرة تانية، ألف شكر يا فندم. شكرا. طيب، ممتاز جدا. كان معاكم محمد بقى، طولت عليكم النهارده نص ساعة زيادة. كان معاكم محمد بقى ايه ساعة ونص كده. ومن يعني ايه ما تنسونيش بقى في الدعاء، وشكرا جدا لكم.